السلام عليكم. كيف الأحوال؟ طيب خلونا نبتدي. الفيديو ده النهاردة هنتكلم فيه ازاي لما يكون عندي ضغط عصبي، بدل ما اخلي الضغط والاسترس ده يملى كوبايتي بسبب تغير الهرمونات والميكانيزم اللي بيحصل في جسمي، وده يأثر على صحتي وجسمي وأدائي في الحياة طول الوقت، ازاي نفضي كوبايتنا أول بأول. ده فيديو النهاردة. بس قبل ما نبتدي هقول الجزء اللي قطع فيه الفيديو الأخير، قطع عند حتة بنقول فيها ليه بيحصل اوقات لخبطه في تشخيص البيرن اوت بين الضغط العصبي والدبريشن او الضغط العصبي والاكتئاب. ليه ممكن الشخص يتصنف غلط او يتقال ان هو بيعاني من حاجه غلط زي الضغط العصبي وهو بيعاني من بيرن اوت، او ديبريشن وهو بيعاني من البيرن اوت. اللي بيحصل زي ما احنا كنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت بتاعه المراحل بتاعه البيرن اوت، قلنا ان في 4 مراحل. المرحله الثانيه هي مرحله الالارم او المنبه، هي نفس مرحله الضغط العصبي اللي بيحس بيها الانسان اللي عنده ستريس، هي بالظبط نفس الميكانيزم اللي بيثار في الجسم. لكن الفرق الوحيد زي ما احنا كنا قلنا انه هنا جاي الضغط من مساحه الشغل بس، لكن هنا جاي من مساحات مختلفه، اللي هو الضغط العصبي جاي من مساحات مختلفه ومتغيره، لكن هنا الشغل بس. لكن لما ابقى في بيرن اوت انا بتعرض لنفس اعراض الضغط العصبي، فهنا بتيجي اللخبطه ان الشخص عنده اعراض الضغط العصبي فبيتقال عليه انت مضغوط بس شويه، روح ظبط نفسك، حاول تفك شويه، حاول تاخد اجازه. لكن بننسى ناخد بالنا ان الموضوع متعلق بالشغل ومتعلق بالعلاقات اللي في الشغل، فما بناخدش بالنا ان هو مرحله من مراحل البيرن اوت، ولا بناخد بالنا الشخص بقاله قد ايه في الفتره دي. محدش فينا ما يعرفش شخص بيعاني من الضغط العصبي او بيعاني من الاحتراق النفسي. احنا ممكن ناخد بالنا من الفوارق الصغيره دي ونلحق نفسنا واحنا في المراحل الاولانيه. فاللي بيلخبط بين الضغط العصبي وبين البيرن اوت انه في البيرن اوت اللي بيحصل انه الشخص بيعاني من ضغط عصبي بس جاي من الشغل بس وبقاله فتره زمنيه طويله، ففي اللحظه دي اعرف ان هو في مرحله من مراحل البيرن اوت، او ان انا اعرف ان انا في مرحله من مراحل البيرن اوت. ده اللي بيلخبط. لكن لو انا الضغوطات جايه لي مساحات مختلفه فده ضغط عصبي. طيب ليه الدبريشن بيحصل بينه لخبطه وبين البيرن اوت؟ لانه في المرحله الثالثه والمرحله الرابعه اللي بيحصل ان الشخص جاله احباطات كتيره جدا من توقعاته عن نفسه في الشغل، ومن توقعاته عن المديرين بتاعته، وعلاقاته في الشغل، وان ريسورسز قليله، الشغل مش مكفي اللي هو بيعمله والدنيا ملخبطه، فمش قادر يكفي الطلبات دي كلها، والحاجات المتوفره ليه قليله جدا، فمبقاش قادر يغطي كل ده، فبيبدا يكتئب بسبب الاحباطات دي، لانه عمال يجيله احباطات من توقعات ومن تارجتس مش قادر يحققها، فبدا يحبط بسبب توقعاته في نفسه وتوقعاته في الشغل، فبتبقى اعراض برضو اكتئاب. فده اللي بيلخبط، انه في اللحظه دي ممكن يقولوا ان الشخص جاله اكتئاب بس هو في اخر مرحله من مراحل مثلا البيرن اوت مش اكتئاب، وده اللي بيلخبط الدنيا. فاحنا محتاجين ناخد بالنا كويس قوي، هل انا في مرحله من مراحل البيرن اوت في الاول؟ طب اعمل ايه عشان اظبط الدنيا؟ هو ده اللي احنا هنقوله. وانا عندي اعراض بيرن اوت ولا انا فعلا ضغوط عصبيه او ديبريشن؟ طيب في الفيديو بقى بتاع النهارده احنا كده خلصت الفيديو بتاع امبارح اللي قطع فجاه ده. طيب في فيديو النهارده هنبدا نشوف، طيب لو انا في ضغط عصبي ايا كان الضغط العصبي ده جاي لي من اي حته، جاي من الشغل او في مرحله الالارم او المنبه المرحله الثانيه، او ان هو جاي من مساحات مختلفه، انا اتعامل معاه ازاي وازاي افضي كوبايتي اول باول؟ طيب عندنا 3 خطوات لو عملناهم برغم بساطتهم جدا يفرقوا في حياتنا جدا، ويخلونا ان احنا نتخلص من الضغط العصبي اول باول ومن التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في جسمنا، فكوبايتنا ما تتمليش مع الوقت. طيب ايه هما بقى ال3 خطوات دول؟ اول حاجه اني ابدا احدد ايه الستريسورز اللي بتسبب لي ضغط عصبي، يعني ايه الحاجات اللي بتسبب لي ضغوط عصبيه، ايه المساحات اللي بيجي منها ضغط عصبي. هل فعلا الشغل؟ فانا عرفت كده ان بدل الشغل بس هو مصدر الضغط العصبي، فانا في مرحله المنبه، في مرحله الالارم بتاع البيرن اوت او الاحتراق النفسي، وابدا احدد بالظبط جاي من الشغل، الضغط العصبي اللي جاي من الشغل ده جاي من ايه بالظبط في الشغل. هل جاي بسبب ان انا توقعاتي عن نفسي كانت اعلى من اللازم
في الاداء ده او في المساحه دي، فده لخبط لي الدنيا ان انا مش قادر اكفي الطلبات دي كلها، ولا الريسورسز اللي موجوده في الشغل اقل بكتير من اللي الشغل محتاجه، ولا انا علاقتي بمديري مش احسن حاجه، ولا علاقتي بالزملاء، فانا محتاجه احدد بالظبط الضغط جاي من فين في مساحه البيرن اوت او في مساحه الشغل. طيب في المساحات الحياتيه العاديه في حاجات كتير قوي ممكن تسبب لنا ضغوطات. المواصلات ممكن تسبب لنا ضغوطات، احنا داخلين على رمضان كلنا بنبقى تعبانين واحنا راجعين دلوقتي، الزحمه في الشوارع والدنيا حر ومش عارفين نعمل ايه ومش عارفين نسوق مش عارفين نركن، والزعيق والشتيمه والبهدله دي كلها، عايزين نلحق نشتري حاجات رمضان. المصاريف اللي عندنا كتير قوي، المدارس، الولاد عندهم امتحانات، انا عندي امتحانات مع الشغل، انا صحتي تعبانه، انا مجهد، انا ما بقتش زي الاول، وفي نفس الوقت عندي حاجات اخلصها ومفروض الولاد، في مساحات كتيره انا محتاجه اعرف ايه المصادر بتاعه الضغط العصبي اللي بتيجي منها الضغوطات العصبيه، وابدا اكتبها. طب لما اعرف المصادر دي، مواصلات بقى ولا شغل ولا مصاريف ولا علاقات ولا حاجات في الشغل جايالي، وما اقعد اكتبها، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بجهز جهازي العصبي انه يبدا يعرف المساحات اللي بتبدا تاثر عليه وبتاثر على مناعتي في الاخر. فببدا اهيئ دماغي ان انت في المساحه دي لما بتبقى سايق العربيه ده مصدر من مصادر الضغط العصبي عليك، فانت محتاج تتجنب الاماكن دي او الاوقات في النزول في الوقت ده، او لو مضطر هيبقى معاك تكنيك تبدا تتعامل بيه مع نفسك. طيب المصاريف، تبدا تعرف المصادر دي فعقلك يبقى جاهز بالتكنيك اللي هيبدا يستخدمه. طيب ده اول خطوه، اني ابدا اكتب المصادر بتاعه الاستريسورز او المصادر الضغط العصبي. طيب تاني خطوه عندي ايه بقى؟ تاني خطوه ان في اللحظه اللي ابدا احس فيها ان انا مضغوط وان اعصابي اتشدت وحاسس فيها بتوتر في جسمي، او ان انا خلاص انا بقيت ديفنسيف وقايمه اتخانق، او انا حاسس بخطر، او حاسس ان انا عايزه ابعد واهرب وما اجيش ناحيه حاجه، اللي هيحصل في اللحظه دي ان انا اوقف اي حاجه بعملها، اوقف خالص دقيقه واحده ما بعملش اي حاجه، واطلع ورقه وقلم لو المساحه اللي انا فيها تسمح بده. لو ما تسمحش هنقول نعمل ايه بعد شويه. طيب اطلع ورقه وقلم واروح ماسك القلم وحطه على الورقه، واللي يطلع يتكتب ايا كان هو ايه. افكار مش كامله، افكار مش متتاليه، افكار مش متصله ببعض، صح غلط، مناسبه مش مناسبه، عيب حرام، اللي يطلع يطلع. الورقه القلم هيتحط على الورقه وادلق كل اللي في دماغك حتى لو مش مترابط. يعني انا المفروض اقوم احضر الفطار، اكلم صاحبي علشان مش عارفه اعمل كذا، اللي هو مش مهم الجمله تكمل، مش مهم الجمله اللي تطلع قطعتها جمله تانية هي دي اللي عايزه تتكتب، اكتبها، اكتب اللي بيطلع. ايه اللي بيحصل في اللحظه دي؟ لو قعدنا نعمل كده من دقيقه ل3 دقائق، اللي بيحصل ان انا فرغت كل اللي في دماغي، بدات امسك كل اللي عمال يثير عقلي في اللحظه دي من ضغوطات ومن افكار ومن 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 ومن، مره واحده رحت منزله على الورقه. طيب لو انا مش بحب اكتب اعمل ايه؟ امسك الموبايل اسجل، مفيش حد ما عندوش ريكوردنج في الموبايل، شغل الموبايل واقعد قول اللي بيطلع منك. انا متضايق واعمل وكذا، انا المفروض اجيب كيلو لحمه دلوقتي، مش مهم، اللي بيطلع قوله. اللي في اللحظه دي الافضل طبعا الورقه والقلم، بس لو مش بتحب الورقه والقلم مفيش مشكله، في بديل هيبقى اقل كفاءه اللي هو ريكوردنج، بس اتس اوكي، سجل لنفسك من دقيقه ل3 دقائق. اللي بيحصل في اللحظه دي ان انا خرجت كل اللي في دماغي. طيب دي تاني خطوه بعد ما انا سجلت الستريسورز في وقت تاني قبل كده. يعني انا قاعد في بيتنا بالراحه كده ومستقنيس ومفيش اي حاجه، وبمسك ورقه وقلم اعرف مصادر الستريسورز بتاعتي وخلاص كده حطيتها على جنب. في اللحظه بقى في اي موقف بيحصل فيه ضغط عصبي اروح عامل بوز، اقف وجايب ورقه وقلم معايا. كلنا معانا النوتس الصغيره قوي دي، نوتس وفيها قلم صغنن بحطه فيه، دي معايا في العربيه، في شنطتي، في جيبي، في اي حته. لو مش معايا نوت مش عارفه اشيل دي، الموبايل نزل نوت، النوت دي اي ابلكيشن بتاعت نوت، وابدا اكتب فيها اللي بيجي في بالك. طيب اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده وانا واقف ومبطل اللي انا فيه خالص، ارجع بظهري واقعد اشوف هو انا حاسس ايه في دماغي، هو انا حاسس ايه في جسمي. كتافي مشدوده، اورتي مشدوده، فروه راسي بتاكلني، حاسس بنبض، حاسس بصداع، بقي مشدود وفكي مشدود، رقبتي متنشنه، حاسس بخنقه هنا في صدري ومش قادر وفي حاجه قابضه عليا، لا ضربات قلبي سريعه، لا نفسي بطيء قوي، لا نفسي سريع قوي. ببدا اركز في جسمي حاسس ايه بالظبط، وابدا اشوف واسال نفسي هو انا حاسه ايه دلوقتي،
هو انا حاسس ايه دلوقتي؟ هو انا حاسس ان انا مشدود، حاسس ان انا متعصب، حاسس ان انا غضبان جدا والدم فاير في دماغي، انا حاسه ان انا زعلانه، انا حاسه بايه بالظبط؟ وببدا اسمي انا حاسس بايه. دي تالت خطوه معانا، ان انا ابدا انتبه هو انا جسمي ايه التغيرات اللي حاصله فيه دلوقتي في اللحظه دي، وايه الشعور اللي مسبب التغيرات دي. طيب اللي بيحصل في الخطوه دي ان اغلبنا بيتجنب انه يحس اصلا الشعور ده، لان المشاعر دي مؤلمه، فيبدا يعمل ايه؟ يهرب منها او يتجنبها او يغلوش عليها، مش عايز يحسها، او ياخد نفس علشان يهدى، ياخد نفس جامد عشان يهدى. اللي بيحصل في اللحظه دي انك بتكبت احساسك بالشعور، وهو ده اللي احنا ما بناخدش بالنا، هو ده اللي بيملك كوبايتنا. لان الشعور انا كده ولا كده جسمي حاسه، وكده ولا كده بدا يغير في هرمونات جسمي، وبدا يفرز هرمونات الادرينالين والكورتيزول، لان انا بقى دماغي كانت حاسه بالخطر. فكده ولا كده الهرمونات موجوده، وكده ولا كده الشعور موجود. بس اللي بيحصل ان انت بتفصل دماغك عن اللي بيحصل في جسمك، ففي اللحظه دي المشاعر ما بتتهضمش في جسمك، ففي اللحظه دي الهرمونات بتملك كوبايه وما تتصرفش وما تخرجش. لكن انا لما بسمح لنفسي ان هي شويه انا هحس بالوجع ده، بوجع المشاعر، انا هسمح لنفسي ان انا احس ان انا غضبان بجد لان ده حقي، انا هسمح لنفسي ان انا احس ان انا مشدود، انا هسمح لنفسي احس بالتغيرات اللي حاصله في جسمي، في راسي وفي بقي وفي رقبتي وفي كتفي، انا سامح لنفسي اني احس الحاجات دي كلها واعرفها واسميها. كل ده مش هياخد منك 3 دقايق بالظبط بالكتير، من دقيقه ل3 دقايق. طب دول هيفرقوا معايا في ايه؟ دول هيفرقوا معايا في ان انا بدايه هبدا اتعلم اني اسمح اني احس بمشاعري حتى لو كانت مؤلمه، فده هيخليها تتهضم اول باول، تخرج من جسمي. وفي اللحظه دي اي حاجه انت حاسس ان انت عايز تعملها، في دموع عايزه تنزل، خرجها. الدموع دي لما بتنزل بتخرج معاها ادرينالين وكورتيزول، يعني هرمونات الضغط العصبي خرجت، ودي من نعم ربنا علينا. ان انا لما بعيط دي فرجه فعلا، يعني حتى في الحياه العاديه او في حياتنا العاديه، المثال اللي يقول لك العياط فرجه او العياط فرج من عند ربنا، هو فرج فعلا، لان اللي بيحصل الهرمونات دي بتخرج مع الدموع، فساعتها الضغط العصبي بيريليز. طب انا محتاج افرد ظهري، افرد ظهرك. محتاج ان انا اقوم اغسل وشي، اعمل الحاجه اللي انت حاسس انها هتعملها، قادر محتاج تعملها في اللحظه دي، لان في اللحظه دي ده اللي جسمك محتاجه عشان يخرج الايه، الهرمونات دي براه، لانك سمحت لنفسك تحس، وفي نفس الوقت في سلوك محتاج يطلع، في ردة فعل محتاجه تطلع، وسمحت لنفسك تراقب، وسامح لنفسك ان هو انا حاسس بده، انا حاسس بصداع، تمام، انا حاسس بصداع بالشكل الفلاني بالدرجه الفلانيه، انا حاسس ان قرتي مشدوده جدا. ما تعملش حاجه غير ان انت بس تسميهم وتحسهم، مش اكتر من كده. ده بيخلي الهرمونات تخرج اول باول. لكن لو انا ما عملتش كده ورحت فاصل نفسي عن المشاعر، اللي بيحصل ان المشاعر اشتغلت جوه وانا فاصل دماغي بس، مش فاصل اللي بيحصل في جسمي، والهرمونات عماله تتراكم. فلو في بيرن اوت، لو انا في مرحله الالارم او المنبه، اللي بيحصل ان انا بجهز نفسي لمرحله الوحش. او لو انا في ضغط عصبي، انا بجهز نفسي لكل اعراض الضغط العصبي والامراض العصبيه والنفسيه اللي ممكن تجيلي. ال3 خطوات ببساطه جدا، ان انا في اي وقت اكون عندي مساحه فيه هاديه، ان انا اقعد امسك ورقه وقلم واكتب كل المساحات اللي بيجي منها ضغوط عصبيه، لو في الشغل ايه بالظبط، لو في حياتي ايه بالظبط، مصاريف، اولاد، صحه، ايا كان، واكتبها واعرف دماغي هي دي المساحات اللي هي بتاثر على صحتك وبتسبب لك الضغط العصبي. الحاجه الثانيه، في اللحظه اللي انا فيها في حاله ضغط عصبي، اوقف اي حاجه بعملها، لو ينفع اوقف سواقه، اقف على جنب شويه، اوقف اي شغل بعمله، اوقف كلام مع الاشخاص اللي انا بتكلم معاهم ممكن تكون المساحات دي هي اللي مسببه لي ضغط، اوقف من دقيقه ل3 دقائق بس، اخد بريك 3 دقائق بالظبط. 3 دقائق دول امسك ورقه وقلم، اخرج كل اللي في دماغي فيها، كل اللي في دماغي. اوقات المذاكره بتبقى مساحه ضغط عصبي، اوقات البرزنتيشن بتبقى مساحه ضغط عصبي، انا مش عارف ابتدي اصلا من كتر الضغط اللي في دماغي. قبل ما تبتدي ورقه وقلم وخرج كل اللي في دماغك، مش مهم هو ايه، وما تقيموش، ما ترجعش تقراه تاني، اكتبه وبس. وبعد كده اخر خطوه، اسمح لنفسك تحس اللي انت حاسه، وتبدا تراقب جسمك وتسال نفسك ايه شكل المشاعر اللي انا عايزها، والسلوك اللي عايز يطلع طلعه. ال3 خطوات دول على قد ما هم بساط جدا، على قد ما هم بيفرغوا مساحات المشاعر اللي عماله تتراكم جوانا بشده جامده جدا. وانا عماله اكود في جهازي العصبي اللي هو ما تتعاملش مع مشاعرك، مشاعرك دي حاجه وحشه، مشاعرك دي سبب ضعف،
بس المشاعر دي عماله تحصل في جسمي، وفي الاخر بعد يوم، بعد 2، بعد 10 هيطلع كده ولا كده على جسمي كل ده. طيب لو انا مش عارف اعمل البوز او اوقف في اللحظه دي، تعالى اخر اليوم بالليل ادي نفسك 5 دقايق تقعدهم مع نفسك، 5 دقايق بتوعك لوحدك، تبدا تعمل فيهم الخطوتين الاخرى اللي انا كنت بتكلم عليهم. دول هيفرقوا في يومكم جدا وفي حياتكم. ابداوا مارسوا التمرين ده وشاركونا ازاي بيفرق معاكم، وازاي فرق معاكم في تعاملكم مع الضغوط العصبيه ونتيجته